السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وكويسين وفي اتم صحة وفي اسعد حال دايما يا رب. احب اشكركم جدا على وجودكم في القناة، وبجد سعيدة جدا بمتابعتكم وبتعليقاتكم المستمرة. واحب ارحب بكل المتابعين الجداد واقول لكم بجد نورتوني، ويا ريت تتفاعلوا اكتر مع الفيديوهات وتعملوا لايك وشير وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. اما بقى بالناس اللي عايزة جلسات متخصصة، ممكن تتواصل معايا من خلال رقم الواتساب اللي موجود في وصف القناة أو المنتدى. نيجي بقى لرسالة النهاردة. رسالة النهاردة رسالة حلوة جدا جدا جدا، من حبيب لحبيبته بيحبها وعايز يعمل لها كل حاجة في الدنيا، لأن هو شايف إنها تستحق إن الدنيا كلها تكون بين إيديها. علشان كده عايز يبعت لها رسالة حلوة جدا علشان يفرحها ويعرفها قد إيه هو بيحبها، وقد إيه هو بيتمنى لها إنها تكون سعيدة. فصاحب الرسالة هنا باعت يقول لحبيبته: يا أغلى عليا من روحي، يا فرحة دخلت ونورت حياتي، انت إنسانة ملكيش مثيل، وأنا فعلا وبجد محظوظ لأنك في حياتي. عايزة أقولك إن أنا بحبك جدا جدا جدا، ولو فضلت أقول جدا من هنا لحد نهاية العالم مش هوفي ولا هعبرلك قد إيه أنا بحبك. أنا بجد سعيد في حبك، وحقيقي حقيقي محظوظ لأنك في حياتي. انتي من غيرك بكون كده عامل زي التايه، مش عارف انا رايح فين، ولا فاكر اصلا جاي منين، ولا المفروض هعمل ايه او ايه خططي. انتي كده عاملة زي بوصلة الامان بالنسبة لي، بتيجي بتظبطي كل حاجة معاكي، بتخليني عندي طاقة ان انا اعمل كل حاجة، اكون بشتغل بجد وبتعب وانا فرحان بالتعب ده. لما بزهق او بتخنق كده بحط قدامي ان انا بعمل ده علشانك، فلاقيني فجأة كده نسيت كل التعب، وبقى عندي طاقة تكفي إن اعمل القد اللي انا بعمله 10 مرات. لو زهقان او مش عارف انا هعمل ايه، على طول بروح بعتلك في نفس اللحظة بتروحي رد عليا وبتطمنيني، وبتخليني اقعد كده اتكلم معاكي وانسى اي تعب او اي ضيق او اي حزن بمر بيه، ولاقيكي كده زي ما يكون في ايدك وصفة سحرية بتملكيها بتقدميها لي، فانسى كل تعبي. انتي فعلا آه، ملاك، ملاك في هيئة بشر، وانا محظوظ لاني عرفتك وحبيتك، وسعيد قوي ان انا متأكد انك بتحبيني وبتبادليني نفس المشاعر دي. وحقيقي حقيقي نفسي اعملك حاجات كتير قوي، حاجات تعبرلك عن حبي ومشاعري، لان انا مهما بعمل بحس ان انا مش موفيكي حقك. فنفسي كده تقترحي عليا اعملك ايه. عارفة ان انا بخاف على حبنا من الناس، بخاف اعرف الناس حقيقة علاقتنا، وان انا قد ايه بحبك وقد ايه سعيد معاكي، وان انتي كمان بتحبيني والحمد لله سعيدة معايا. خايف ان هم يحسدونا، خايف ان هم يستكتروا الحب علينا، لان انا شايف الناس دي كتير قوي دلوقتي، شايفهم كده طول الوقت بيتكلموا على الناس، وبيتكلموا ان مفيش حاجة اسمها حب حقيقي، وان الحب مهما كان كبير ومهما كان الانبهار في الاول هيجي بعد كده ويروح. وانا بصراحة مش مآمن بالمبدأ ده نهائي، لان ما اعتقدش ان انا مهما عدت سنين، ولو فات حتى 100 سنة، ان ممكن انبهاري بيكي يقل، او حبي ليكي ما يبقاش قد حبي ليكي دلوقتي. انا تقريبا كده كل يوم بيعدي عليا حبك بيزيد اكتر، وبينتشر جوايا وبيملى كل جوارحي وكل احساسي. وعايزه اقولك ان ده تقريبا كده حبك بقى من ضمن الدورة الدموية الأساسية في حياتي. يعني لو يوم بطلت أحبك هيكون قلبي توقف انه عن النبض، هكون بقيت مش موجود أصلا. عشان كده لما بتكوني مسافرة أو بتكوني مش فاضية انك تكلميني أو أعرف أخبارك أو أشوفك، بجد بكون عامل زي ال يعني شبه ميت. مش عايزة أقول كده لأن أنا حقيقي حبك بالنسبة لي حياة، لكن دي حالتي وانتي مش موجودة معايا. ببقى حزين ومتضايق، ببقى نفسي كده امشي ادور عليكي في الشوارع واجيبك بالعافية تبقي معايا، لكن برجع كده وافتكر ان انتي اصلا مش موجودة هنا، وان انتي بعيدة عني مش برضاكي،
علشان امر قهري، شغل بقى، مسافرة مع حد من قرايبك، عندكوا ظرف في بلدكوا. بس بجد ببقى عندي شعور وحش قوي، زهقان منه، بقول لو ينفع اكون معاكي دلوقتي. وطبعا عارف ان ده ما ينفعش ومستحيل، لان احنا لسه ما فيش ما بيننا ارتباط رسمي. علشان كده انا بنحت في الصخر علشان يبقى في ما بيننا ارتباط رسمي. وقتها مش هسمح لك تغيبي عني ثانية واحدة، مش هسمح لك اصلا تحرميني منك دقيقة واحدة، لان انا بحبك قوي. نفسي اقعد اقولها لك من هنا لحد نهاية العالم. بحبك، بحبك ونفسي اعمل لك كل حاجة تحلمي بيها. بحبك ونفسي تفضلي جنبي طول الوقت. بحبك ومش عايز اي حاجة من الدنيا غيرك. بحبك وانت مالية حياتي. بحبك وانت مفرحاني. بحبك وانت بتسمعي كلامي. بحبك وانت الامل اللي منور حياتي. حقيقي، حقيقي انا من غيرك تقريبا كده نسيت انا كنت عايشة ازاي. عارفة ان انا بسمع حكايات كتير قوي عن ان ممكن البنات يتخلوا عن راجل بيحبوه علشان مثلا لو جالهم واحد جاهز اكتر، ممكن يعيشهم عيشة مرتاحة اكتر، بيحقق لهم احلامهم في البيت والعربية والخروجات الكتير، الملابس البراندات، الحاجات دي كلها والمجوهرات. انا طبعا لسه في البداية، بقعد افكر هو انت ممكن تبقي زيهم. بيجيلي الرد القاطع في ثواني ان انت ما ينفعش تبقي كده اصلا، لانك انت اللي بتدعميني، انت اللي مأمنة بيا ومأمنة بالحاجات اللي انا بعملها، وعارفة وواثقة ومتأكدة ان انا قريب قوي هكبر. انت اصلا اللي بتديني دافع ان انا اشتغل واكبر شغلي اكتر، علشان تقوليلي ان انت هتكبر بكرة، واللي انت بتعمله ده مش عشانك لوحدك، ده عشاني وعشان عيالي. متعرفيش الكلمة دي بت بتفرق حياتي ازاي، بتفرق في يومي ازاي، وبتخليني قادر ادي وقادر اضحك للناس كلها وقادر ابسط الناس كلها. وده لان انا خدت الطاقة منك، خدت خدت تفاؤل وخدت امل، واديتيني حب كبير قوي، حب كده يخليني انسى اي وجع عشته قبلك، ويخليني اصلا اتحمل اي وجع هشوفه بعد كده. علشان كده انا عايزة اشكرك على كل حاجة بتعمليها معايا، على وقوفك جنبي، على امانك بيا وبقدراتي، على تشجيعك ليا في شغلي، على صبرك عليا لما بكون مش قادر اخرجك او افسحك او اعمل لك حاجة تبسطك. وبرضو عايزة اقولك ان انا عارف ان انا مقصر في حقك، بس طبعا انا مش محتاجة اشرح لك لان انتي اكتر واحدة عارفة ظروفي. علشان كده انا فرحان بيكي قوي وبحبك قوي. وعايزة اقولك ان انا بس اول ما ربنا يفتحها عليا ويبقى معايا يعني ظروفي المادية تكون احسن من دلوقتي، صدقيني عمري ابدا ما هبخل عليكي. هتلاقي كده مجرد بس تفكري في الحاجة هتلاقيها عندك، لان انا بجد نفسي اعوضك عن كل الوقت الصعب اللي احنا عشنا مع بعض. نفسي اعوضك على كل مرة كنت بشوفك نفسك في حاجة وبتخبي عليا وما تبقيش عايزة تقولي لي عشان ما تحرجنيش وتحسسيني ان انا مقصر في حقك. بجد نفسي لو اقدر احطلك الدنيا كلها بين ايديكي هعمل كده. بحبك، بحبك بجد من كل نقطة دم بتجري جوايا. بحبك من كل جوارحي، وبدعي ربنا ليل ونهار انه يخليكي ليا ويبارك لي فيكي ويقدرني واسعدك، ويقدرني بجد ان احنا نعجل بارتباطنا الرسمي علشان ما نبعدش عن بعض اكتر من كده. وصدقيني انا بعمل كل اللي في وسعي. بحبك. وبكده تكون انتهت رسالتنا النهاردة، رسالة من قلب بيحب بجد، من حبيب واضح جدا ان هو فرحان بحبيبته قوي، وكمان واضح من كلامه ان هي بتدعمه دايما وبتحبه قوي قوي، لان مفيش واحدة تقف جنب واحد بالشكل اللي هو بيوصفه في الرسالة ده الا لو كانت فعلا بتحبه حب جامد جدا ومأمنة بيه قوي قوي قوي، يمكن كمان بتحبه اكتر من نفسها. عشان كده بتحاول طول الوقت انها تكون داعم ليه. ممكن من جواها تكون شايفة الطريق صعب ومتأكدة ان لسه قدامه وقت طويل، لكن مش بتحاول تبينله ده علشان تقوي عزيمته، ما تخلوهوش كده ما عندوش طاقة ان هو يشتغل، همدان،
حاسس بالفشل او شايف ان لسه الطريق طويل فيبتدي يتكاسل، لا هي ذكية وعارفة تدير العلاقة كويس قوي، وهي هتكون السبب في نجاحها، ودي حاجة ما شاء الله يعني تحسب ليها وتأكد لنا ان الست هي الطرف اللي بيساهم في نجاح العلاقة بالجانب الأكبر. طبعا الراجل طبعا أكيد عليه ضغط وعليه مسؤولية برضه ان هو ينجح العلاقة، بس الست بذكائها وقدرتها للعلاقة كلها هي اللي بتكون شايلة الجانب الأكبر من المسؤولية. وعلشان كده هي اللي طول الوقت بتحاول تحفزه، بتحاول تطمنه، رغم ان المفروض برضو ان الراجل هو اللي يطمن الست، بس هو الراجل مطالب اكتر ان هو يدي مشاعر حب، مشاعر حنان، مشاعر اطمئنان، حاجات رومانسية. فالست بقى لما تحس ان كل ده موجود، لان واضح برضو ان الحبيب هنا بيعمل كل ده، يعني بيعمل اللي عليه وزيادة في الحتة الخاصة بالمشاعر والعواطف وكده، فهي بتردله ده في ان هي بتقف جنبه في كل حاجة، ان هي محسساه ان هي مش محتاجة حاجة، وهو مش مقصر في اي حاجة. لا بالعكس، هي حابة ده وحابة ان هما الاتنين بيكافحوا مع بعض علشان يكبروا سوا، علشان هي شايفة ان هي بتبني مستقبلها معاه، شايفة ان هو مش هو لوحده اللي بيعمل الشغل وان هو بيكبره لنفسه، لا قالت له انت بتكبره ليا ولعيالي. فهي هنا بتكلمه عن مستقبل بتحسسه ان هو عايشه، فبتخليه يسرح بخياله فيصدقه اكتر، فيبقى عنده عزيمة ان هو يعمل كل حاجة علشانها وعشان يفرحها. وده طبعا تكنيك ناجح جدا وحلو قوي، وبجد بيجيب نتيجة كويسة سواء للراجل او للست. بيخلي الراجل فرحان ان شريكة حياته فاهماه ومقدرة تعبه، وبيخليه سعيد بيها وفخور بيها زي ما واضح في الرسالة النهاردة. وبالنسبة للست برضو بيكون ضامن ليها ان الراجل يكون مقدرها ويشلها حتة انها واقفة جنبه دي، فبيخليه طول الوقت عايز يرضيها ويكون عايز يعوضها عن التقصيرات اللي ممكن تكون حصلت نتيجة لضعف المستوى المادي، انشغاله الزائد، لان هو لسه بيكون يدوبك بيحاول يقوم شغله، او يحاول ان هو لسه يدوب في اول الطريق بيحاول يوقف شغله على رجليه، فطبعا بيكون مشغول بالترتيبات والتجهيزات وان هو عايز يبني سمعته، فممكن ده يأثر شوية ان هو يكون مشغول عنها، عن مكالماتها، عن ان هو يخرج معاها، عن هو يوفر لها طلباتها اللي في الغالب الستات بتكون عايزاها. فلما بتديله ده وهو بيحسسها بالتقدير، ممكن بتتغاضى عن الانشغال مقابل التقدير والاهتمام اللي هو بيديهولها بعد كده، او وعد الاهتمام اللي هو بيديهولها لما الدنيا هتتظبط معايا، اكيد انا هعمل وهعمل، وهو عمال بيديها في وعود كتير. وطبعا بناء على تاريخه معاها في العلاقة بتقدر تحكم هل هو من النوع اللي هو بيقول كلام والسلام ومش هيوفي بأي عهد أو وعد من اللي هو وعده لها، ولا هو فعلا بيكون قد وعده وبينفذ الوعد زي ما قال. ده طبعا بيخلي لما الراجل بيكون قد وعده الموضوع بيبقى مختلف جدا، وبيخلي الست عندها ثقة كبيرة جدا جدا فيه. علشان كده ياريت ما نقولش اي كلمة احنا مش واثقين ومش متأكدين ان احنا هنقدر نعملها. على ده الكلام ده بالنسبة للست او الراجل. لو انت مش عارف ان انت هتقدر تعمل ده او لا، قول ربنا يسهل حسب الظروف. لو ربنا اراد واداني القدرة ان انا هعمل ده هعمله، مفيش فما تزعليش مني. وانتي نفس الكلام، هستناك وهعمل وهتعب معاك والكلام ده كله. لو انتي من جواكي عارفة انك انت ممكن تتنازلي عن شوية رفاهيات، ممكن تتنازلي عن ان هو ما يكونش متفرغ ليكي الكلام ده كله، اوعدي. لكن انت مش واثقة في نفسك وعارفة انك انت مش هتعرفي تتحكمي في نفسك في الجزئية دي، بلاش توعدي بحاجة انت مش قدها، لان
الوعد والصدق في العلاقات من أهم الأساسيات فيها. يعني نقدر نقول كده هو حجر الأساس، الصدق والوضوح. فلما نكون صادقين مع بعض من البداية وواضحين أنا باحب إيه وباكره إيه وأقدر على إيه وما أقدرش على إيه، ده بيسهل على الطرفين إن هما يتفاهموا مع بعض والدنيا تكون أسهل، وما يبقاش في مشاكل وصدامات من وقت للتاني. ومن الحاجات الجميلة برضو اللي جت في الرسالة ان صاحب الرسالة هنا بيقول ان هو ما بيحكيش عن العلاقة لحد لان هو خايف من عيون الناس انها ممكن تبوظ العلاقة. ممكن في بعض الناس يشوفوا الكلمة دي جملة رومانسية زيادة، جملة من باب ان هو بيحاول يزين الكلام او يحاول ان هو يوري حبيبته مزيد من الرومانسية والحب والكلام ده كله. لكن في الحقيقة الجملة دي صادقة جدا. آم، الواحد لما بيتكلمش عن الحاجة كتير لانك انت فعلا مش عارفين نفوس اللي حوالينا. فممكن انا اتكلم عن حاجة وانا فرحانة جدا وسعيدة بيها جدا وان انا حصل لي كذا كذا كذا، او حلم، حتى لو حلمتي حلم حلو وعارفة ان تفسيره بيكون فيه بشرة وفي حاجة رسالة حلوة من ربنا، وانت تيجي تقوليها ما تعرفيش نفوس اللي بيسمع ده ايه، النفس بتاعت الشخص اللي قدامك ده، هل هي نفس سوية، هل هي نفس ممكن تحسد ولا لا. فاحنا فعلا لما نداري عن الحاجات اللي احنا بنفرح بيها او الحاجات اللي احنا بنحبها نخبيها، غالبا بتستمر وبتدوم اكتر، بتنجح اكتر. فيعني فعلا يا ريت استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان. لما انت تقول انا والله ده انا يا سلام ده انا خطيبتي مريحاني جدا وبصراحه ملهاش طلبات، ويا سبحان الله دي بوست يعني شايلاني من على الارض شيل، والله دي غلبانه ما بتطلبش حاجه بترضى بقليلها، لا والله ده انا جوزي كويس قوي معايا، ده بيساعدني في شغل البيت وبيشيل معايا مسؤوليه العيال. فجاه كده تلاقي الدنيا باظت، حاجات كان بيعملها يبطل يعملها، في خناقات. ده فعلا العين حق، فاحنا لازم فعلا يا جماعه نتجنب العين. وداروا وخبوا اللي بتحبوهم، ما تحكوش اسرار حياتكم، ما تخلوش حياتكم مشاع للجميع. وبس كده تكون انتهت معانا رسالتنا النهارده، واقول لكم استنوني مع رسالة جديدة. سلام عليكم.